مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات ما قبل المباراة. والنهاردة هنتكلم عن ما قبل مباراة الاختبار الاول للميلان امام نادي روما في مباراة العودة في دور الثمانية في الدوري الاوروبي. انما في الحقيقة انا ما كنتش عارف وانا المفروض اقول ايه في الحلقة دي، وعشان كده قررت ان حلقة النهاردة هتتعمل بشكل مختلف خالص، فعايزك تركز معايا. كل حاجة متعلقة بنادي روما مع دي روسي احنا اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات قبل مباراة الذهاب، وبالتالي التحدي اللي كان قدامي ان ازاي اعمل الحلقه النهارده واقول فيها كلام جديد. ولقيت ان مفيش افضل من اننا نحلل مباراه الذهاب ما بين الميلان وروما. مش بيولي بيقول ان احنا بنحلل اخطائنا وبنتفرج على الماتشات بتاعتنا ونشوف ايه اخطائنا ونصلحها؟ اديني يا معلم بساعدك حتى في دي كمان. وجبت مباراه الميلان وروما بتاعت الذهاب وشفت كل نقاط القوه اللي موجوده عند روما ونقاط الضعف اللي موجوده عند الميلان اللي حصلت في مباراه الذهاب. ومن الاخر كده علشان ما تتوهش مني في حلقه النهارده، احنا هنقسم حلقة النهاردة لأربع أقسام. القسم الأولاني هو الخروج بالكورة، القسم الثاني هو الضغط العالي، القسم الثالث هو الأفكار الهجومية، والقسم الرابع معانا هو التنظيم الدفاعي. ومن خلال اللي حصل في مباراة الذهاب واللي احنا هنشرحه بالتفصيل في حلقة النهاردة هنقدر نعرف ايه اللي مستنينا في مباراة بكرة. ولكن قبل ما نبتدي حلقتنا بتمنى من كل قلب ان انت تدعمني دعم كبير جدا على قد المجهود اللي اتعمل في حلقة النهاردة، فعايز دعم كتير جدا منك باللايكات، فلايك كومنت شير سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وقبل ما اقول لك يلا بينا نبدا حلقتنا، لازم نشكر كل الداعمين للقناه اللي بيساهموا في تطوير القناه دي سواء في اللايفات او في الكومنتات. فيلا بينا. نبدأ بالقسم الأول في حلقتنا النهاردة وهو الخروج بالكورة، وعايزك تبتدي تركز علشان هوري لك صور من المباريات هتفهمك اللي أنا أقصده. يعني لما تيجي تبص على الصورة الأولانية هتلاقي إنه فريق روما لسه يا دوب ما كملناش دقيقة وعلى طول الضغط العالي بتاعه باين. عايزك تركز كده على إسماعيل بن ناصر، بص فيه كام لاعب حواليه، تحس ان كان في تفكير وتركيز جدا من دي روسي انه لعيبه نص الملعب ما تحاولش انها تستلم الكوره. وعشان كده لما تبص على الصوره اللي بعدها تلاقي انه رايندرز وبن ناصر الاثنين ممسوكين وفي حواليهم 4 لعيبه. محاوله من فريق دي روسي انه هو عايز يخلي دايما عمليه الخروج بالكوره تبقى على الاطراف. وبالفعل لما تيجي تركز هتلاقي ان الموضوع متكرر جدا، دايما لعيبه النص بتاعه الميلان ممسوكه ومفيش فرصه انك تعرف تخرج بالكوره من طريق العمق. طيب وبالتالي كان بيلجأ فريق الميلان هو فعلا يتحرك على الأطراف، ولكن التحرك على الأطراف ما كانش مجدي لأنه دايما هتلاقي إن الموضوع ما بيجيبش نتيجة. والكرة دي تحديدا اول لما اتلعبت طبعا هنا كان كالابريا دخل في العمق علشان تروح الكرة عند بولوزيتش استلم الكرة وطول بيها جدا لغايه لما ملقاش حاجه يعملها واضطر ان هو يسلم الكرة في العمق كالابريا اول لما استلم هو مش عارف المفروض يعمل بيها ايه، وبالتالي فريق روما نجح في ان هو يسترجع الكرة عادي جدا. وموضوع الخروج بالكرة عند الميلان ده كان معاناة كبيرة قوي، يعني عايز اقول لك ان الكرة كانت بتطول كتير جدا مع لعيبة الميلان. عايزك تبص كده على الكرة اللاللي جايه دي، فريق الميلان بيحاول ان هو يبني لعب والكرة دلوقتي مع مايك مينيو. بص على الوقت كده هتلاقيها الدقيقة 5:48 ثانية. شوف بقى الهجمة دي على ما وصلت لمرمى فريق روما خدت وقت قد ايه. بص على الصورة اللي بعدها كده بقينا في الدقيقة 6:45 ثانية، وكان الحل ان احنا لعبنا كورة طويلة لبولوزيتش اللي ملحقهاش وطلعت بره. كل الوقت ده بالظبط 57 ثانية احنا بنحاول ان احنا نخرج بكورة، تمرير للكورة بطيء جدا واللعيبة بتحتفظ بكورة في رجلها كتير ومفيش حلول، واضطرينا بعد دقيقة كاملة نلعب الكورة الطويلة. بينما عايز اوري لك سرعة فريق روما في الخروج بكورة. بص كده على الصورة اللي جاية دي، احنا دلوقتي في الدقيقة 11:07 ثواني. بص كده فريق روما خد وقت قد ايه لغاية لما وصل لمرمانا. اللعبة بتبدأ في الدقيقة 11:07 ثواني، في الدقيقة 11:16 ثانية كانت الكرة خلاص داخلة منطقة جزائنا. وده الفرق ما بين فريق الميلان في عملية الخروج بالكرة وفريق روما. فريق الميلان قعد 57 ثانية عشان يطلع بالكرة، اما فريق روما في 9 ثواني بس كان عامل فرصة خطيرة. وطبعا في القسم الثاني من حلقة النهاردة اللي هو الضغط العالي بتاع فريق الميلان هتعرف ازاي روما كان بيطلع بالكرة بالسهولة دي. فريق الميلان كان بيعاني كتير جدا في عملية الخروج بالكرة بسبب قلة الافكار وقلة التحركات
وبرضه لازم تبقى عارف انه لعيبه الميلان انا مش قادر الومهم قوي، لانه حرفيا ما كانش فيه تحضير لاي فكره في عمليه الخروج بالكوره، بل انه ما كانش بيولي عارف اصلا ازاي فريق روما بيضغط عالي. طب دلوقتي انت عرفت يا بيولي، ودلوقتي انت واجهتهم الاسبوع اللي فات، هل بكره هتنزل تعمل نفس الغلطه؟ اعتقد من الواضح جدا ان فريق روما بقى بيعمل كثافه عدديه كبيره على نص ملعبك في عمليه الضغط العالي. اذا انت لازم تشوف حلول لطريقه الخروج بالكوره، يا اما ان انت تسحبهم عندك اكتر واكتر طالما هم بيندفعوا قوي كده وتلعب الطويله في ظهرهم على الاطراف، يا اما ان انت تزود لعيبه نص الملعب. وده ممكن يتعارض شويه مع الاخبار، لان احنا كلنا عارفين ان بيولي هينزل يلعب 4-2-3-1، ففكره ان هو يزود لعيبه نص الملعب في عمليه الخروج بالكوره اعتقد انها غير وارده. فهتحلها ازاي يا عم بيولي؟ وزي ما شفنا تفوق فريق روما في عمليه الخروج بالكوره انه في 9 ثواني بس كان قدر يوصل لمرماك، فتعالى نتكلم دلوقتي عن طريقه الضغط العالي بتاعه فريق الميلان واللي كانت مسهله على فريق روما عمليه الخروج بالكوره. عايزك تركز معايا في طريقه ضغط الميلان وبص على الصوره الاولانيه معانا كده، هتلاقي انه فريق الميلان في عمليه الضغط العالي دايما مركز ان هو يضغط من العمق، الاطراف عندنا دايما مفتوحه في عمليه الضغط، احنا دايما سايبين لفريق روما الحريه ان هم يخرجوا على الاطراف براحتهم. تبص على صوره تاني هتلاقي انه طريقه الضغط دايما لعيبه روما ناحيه اليمين فاضيين تماما، وده عامل لنا مشكله كبيره. وفي الصوره اللي بعدها تلاقي انه لعيبه روما وهي بتخرج بالكوره رغم ان احنا مكثفين لعب على العمق الا انهم مركزين على انهم لما بيخرجوا على الكوره بيخرجوا بنفس الطريقه بتاعتهم، اسند على العمق وبعد كده ابتدي وزع على الاطراف. وهنا لما تيجي تبص على تيو هرنانديز هتلاقي ان على شماله في لعيب وعلى يمينه لعيب، وانت حرفيا مش عارف هو المفروض تيو هرنانديز يقفل على مين فيهم. وهتعرف كمان شويه ان تيو هرنانديز وقع في الفخ ده. ولكن الكره دي زي ما انت شايف سمولينج بيلعب التمريره التقدميه الكاسره للخطوط، الكره فعلا بتوصل للعيب روما، وهنا 4 لعيبه من الميلان اتضربوا بتمريره واحده بس. تبص على الصوره اللي بعدها ولاول مره في حياتك تشوف مساحه بالشكل ده فاضيه مع اللاعب اللي معاك كوره، يعني اللاعب اللي معاك كوره قدامه هذا الكم من المساحات فاضيه تماما محدش ضاغط عليه. وبرضه انت تبقى مش عارف هو احنا اصلا في الكره دي احنا بنضغط ولا ما بنضغطش، وقفه غريبه جدا من لعيبه الميلان. ولما تخش على الصوره اللي بعدها انا بصراحه عمري ما شفت فريق في العالم بيضغط ضغط عالي بهذا المنظر، انك تضغط ضغط عالي في العمق وقافل ناحيه اليمين وسايب ناحيه الشمال مفتوحه تماما بتاعتك، لان ناحيه اليمين بتاعت فريق روما فكانوا دايما مركزين عليها ان هم في عمليه الخروج بالكوره ينقلوا الكوره في المساحه ديت، لان دي الثغره بتاعتك وانت بتضغط ضغط عالي. بل ان لعيب روما بص استلم الكوره منين وفضل يجري بيها لغايه لما وصل فين، محدش من الميلان ضغط عليه ولا قال له انت رايح فين حتى. وبالمناسبه بقى اللقطه دي هي اللي جه منها هدف روما. هتقول لي ازاي ومش هدف روما جه من ركنيه؟ ايوه، ما انت لو عدت اللقطه من اولها قوي هتفهم ان الثغره دي تسببت في الهدف. طيب تعال نشرح بالصور. اول صوره الكوره مع زفيلر حارس مرمى روما، الراجل طبعا زي ما انت شايف الثغره الكبيره اللي موجوده في ضغط الميلان ناحيه الشمال بتاعتنا اللي هي ناحيه اليمين بتاعتهم، فالراجل بمنتهى البساطه فريق الميلان انسحب جدا واندفع واتوجدت الثغره. هتقول لي ثانيه، لياو هنا ضاغط على كريس سمولينج، طب ليه تيو هرنانديز ما طلعش ويامن المكان الفاضي ده؟ هقول لك اتقل وانت حلا هتعرف تيو هرنانديز وقع في الفخ ده ازاي. الكره دي اتسقطت طبعا من فوق رافائيل لياو، نزلت للعيب روما، هنا تيو هرنانديز ظهر وبدا ان هو يضغط، بس تيو هرنانديز متاخر جدا في الضغط، اولا لان ده مش المان بتاعه اصلا، ثانيا لانه في حاجه تاني شغلاه هتبان في الكادر اللي جاي. بص كده اللاعب اللي استلم الكوره في ظهر تيو هرنانديز، لانه بمنتهى البساطه تيو كان واقف في وسط 2 لعيبه، هو مش عارف يقدم ويضغط على اللاعب اللي معاه الكوره ولا يسيبه معاه الكوره ومعاه المساحه ويامن وراه، فتيو خد قرار ان هو يطلع ويضغط على حامل الكوره اللي لعبها تشبايه من فوقيه، نزلت بعد كده الكوره واتلعبت طبعا للوكاكو، اللقطه المثيره جدا اللي المفروض ان هي اوفسايد، ولكن طبعا الفار مش هيراجع اللعبه الجديده، ومنها جت الركنيه اللي دخلت هدف. لك ان تتخيل ان خطا في الضغط العالي وصلنا لايه في الاخر. وعشان كده لازم في مباراه العوده ادينا عرفناك يا عم بيولي كل اخطائك في الضغط العالي. انا من وجهه نظري بلاش ضغط عالي من اساسه على فريق روما، لان كمان وانا بتفرج على المباراه اكتشفت ان لعيبه روما كتير قوي كانت بترجع لورا عشان تسحبك اكتر واكتر، ولعيبه الميلان كانت بتتجرر للموضوع ده بسهوله وتطلع تضغط بشكل غبي. فحقيقي بجد فكره ان احنا بنضغط واحنا مش منظمين بلاش منها احسن، لانك بتواجه فريق هو اصلا بيحب كده. ولكن لو بيولي خلاص
خلاص يعني العند راكبه، يبقى لازم ان وانت بتضغط ضغط عالي لازم تبقى عارف كويس قوي ازاي هتضغط ضغط عالي. ما ينفعش تسيب ثغرات وفجوات كبيره قوي في الضغط العالي بتاعك وتيجي بعد كده تقول اصل الركنيه جت من كره تسلل. ندخل على القسم الثالث، والقسم الثالث في حلقتنا النهارده هو الافكار الهجوميه. ايه الافكار الهجوميه اللي بيولي كان بيعملها في مباراه الذهاب ما بين الميلان وروما؟ عايزك تبص كده على الصوره الاولانيه معانا، والصوره الاولانيه الكره مع رافائيل لياو، وبص على كل لعيبه الميلان في الصوره دي، ولا واحد فيهم واخد وضعيه الحركه، ولا واحد فيهم بيتحرك بيحاول ان هو يفتح مساحه. كل اللعيبه اللي موجوده في الكادر حرفيا واقفين بيتفرجوا ما بيعملوش اي حاجه. وهنا تسال نفسك سؤال، مع التنظيم الدفاعي والتقفيل المحكم اللي عامله فريق روما قدامك في الصوره، هو المفروض لعيبه الميلان تعمل ايه؟ ما هو مفيش اي افكار حاططها المدرب ان اللاعب الفلاني يتحرك في الحته الفلانيه عشان يسحب معاه فلان فتتفضى مساحه يتحرك فيها فلان، وهكذا. الكره دي كانت مع رافائيل لياو، ورافائيل لياو رجع بيها لحد مالك تياو. انا عايزك تبص كده على رايندرز بيعمل ايه. رايندرز شاف قدامه في ثغره دفاعيه ما بين الباك اليمين بتاع فريق روما وسمولينج، فعلى طول زي ما انت شايف وضعيه جسم رايندرز بتقولك ان هو رايح يجري، وتياو وشه للملعب يعني المفروض ان هو شايفه. ومع ذلك بص مالك تياو بدل ما يديها له تبقى فرصه خطيره قام لعبها لماتيو جابيا. طبعا زي ما انت شايف رايندرز واقف، هو اكيد شتم بالهولندي بس محدش فهمه. والكره دي حرفيا لو كانت اتلعبت من مالك تياو لرايندرز كانت هتبقى غريبه جدا، لان حرفيا لعيبه الميلان ما بتعتمدش على الكره التقدميه دي كتير، ودي معناها انه المدرب نفسه ما بيمرنهمش على الكلام ده. ودي النقطه اللي تخليني الف وارجع تاني واقول لك انا مش عارف الوم اللعيبه على الكلام ده، لانه حرفيا هم مش متمرنين عليه. تياو كان ممكن ان هو يجرب ويجازف ويلعب التمريره دي، بس لو هو مش متمرن عليها والكره ما وصلتش الكل كان هيهاجمه لانها كانت هترد علينا بخطوره. كره تاني متعلقه بفكره الافكار الهجوميه، وعايزك تبص على الكره دلوقتي وهي مع كريستيان بولوزيتش وهو بيحاول يخترق من ناحيه اليمين وهيلعب العرضيه. الطبيعي ان طالما هتتلعب العرضيه لازم جيرو مع لوفتس تشيك الاثنين بيخشوا جوه المنطقه، لازم يكون الناحيه الثانيه على البعيده رافائيل لياو موجود. رافائيل اللي واقف بعيد قوي بيعمل ايه؟ على فكره الكره دي ما بداتش من هنا، الكره دي كريستيان بولوزيتش من بدري بيجري بيها وبيحاول ان هو يفتح الزاويه اللي هيلعب منها العرضيه. كل ده رافائيل لياو عمال يتمشى على حدود المنطقه، وبالفعل الكره دي لما اتلعبت كان طبيعي جدا انها تتلعب على البعيده، ورافائيل لياو جاي متاخر وما لحقش الكوره. وهنا كان في نقطة ناس كتير كانت بتكتبها لي في الكومنتات وبيقولوا لي يا عم وانت بتلوم بيولي ليه؟ اللعيبة اصلا هي اللي ما كانتش بتلعب عرضيات وما عرفتش تستغل جيرو. طب ما تيجي نشوف هو ليه اللعيبة اصلا ما كانتش بتلعب عرضيات. بص كده على الصورة اللي قدامك، كريستيان بولوزيتش معاه الكورة، تقدر تقول لي المفروض ان هو يلعب عرضية ازاي بالشكل ده؟ مفيش حد واقف معاه، وحرفيا مفيش اي خيارات تمرير ولا في اي حلول، والراجل واقف قدامه 2 لعيبة والثالث كمان بيأمن. فالمفروض ان كريستيان بولوزيتش يلعب عرضية ازاي بالشكل ده؟ ومفيش اي ادوار مديها المدرب للعيبه انها تساند بعض على الاطراف عشان نقدر نطلع العرضيه علشان نعرف نستغل جيرو. وبالتالي قبل ما تلوم اللعيبه فكر في اللي المفروض اللعيبه تعمله، حط نفسك انت مكان كريستيان بولوزيتش في اللقطه دي وقول لي هو انت المفروض تلعب العرضيه ازاي. ولقطه تاني ليها علاقه بالافكار الهجوميه، وعايزك تركز معايا كويس قوي في الحته دي لان بجد كنت هتشل وانا بتفرج عليها. الصوره اللي قدامك بتوضح لك انه في ثغره كبيره اتوجدت عند فريق روما، لاول مره يبقى في مساحه بالحجم ده كله، وشايف اسماعيل بن ناصر واقف عمال يشاور يا خلق اهو بصول الكوره. الكوره هنا كانت مع كالابريا بمنتهى البساطه زاويه التمرير بينه وبين اسماعيل بن ناصر مفتوحه، ومع ذلك كالابريا راح عمل ايه؟ قام مديها لتياو. تياو طبعا راح مديها لبن ناصر، على ما جت الكوره لبن ناصر قام جه قدامه رافائيل لياو اللي هو يا معلم احنا في مساحه سيبني انا استغل المساحه دي وانت اتحرك في ظهر الدفاع واسماعيل بن ناصر هيعرف يديك التمريره. لا، لياو قام نازل وقافل المساحه دي على اسماعيل بن ناصر، قام اسماعيل بن ناصر مديها للياو. لياو اول ما جت له الكوره خلاص يا باشا كل سنه وانت طيب، المساحه اللي كانت موجوده اتقفلت. ليه؟ علشان اللعيبه عندنا تفكيرها بطيء جدا وبتقعد ساعه تفكر علشان خاطر تدي تمريره. تخيل معايا لو كان من البدايه خالص في الصوره الاولانيه كالابريا ادى الكوره لاسماعيل بن ناصر، بص كانت المساحه هيتم استغلالها ازاي. وبرده بص اول ما الكوره جت لاسماعيل بن ناصر، لياو لو كان واخد تعليمات ان المفروض في لما تتوجد مساحه زي كده انك تتحرك في ظهر الدفاع، عمره ما كان هيجي يقف قدام بن ناصر ويقفلها عليه.
كل العشوائيه دي بالتاكيد لازم بيولي يشوف لها حل في ماتش العوده. وبالمناسبه احنا مش طالبين حاجات صعبه يعني في الافكار الهجوميه، كل اللي انا طالبه بس ان يكون في افكار، يكون في تحركات. لقطه زي بتاعه رايندرز دي لما حاول يتحرك ووجد ثغره، لازم يبقى في تدريب للاعيبه الخط الخلفي ولاعيبه نص الملعب ان لما تشوفوا لعيب من الخط الهجومي بيتحرك في مساحه زي كده ارمي له التمرير على طول. لازم يبقى في تعليمات بده، ولازم يبقى في تدريب عليها كمان، لان التمريرات التقدميه دي مش سهله. الى جانب انه لازم لما تيجي تشتغل على الاطراف ما ينفعش ان لعيبك اللي واقف على الطرف يتساب قدام 2 واحيانا 3 وتقول له يلا انت ما بتلعبش عرضيه ليه، عندنا جيرو عايزين نستغله. لا، لازم يبقى في شغل على الاطراف، لازم يبقى في مثلثات، لازم يبقى في دور من الباكات مع الاجنحه مع لعيبه نص الملعب، تعمل شكل قوي على كل طرف عشان تعرف تطلع العرضيه بتاعتك بشكل متقن وتقدر تستغلها. وبرده لازم لما تتلعب العرضيه من اي طرف لازم الجناح بتاع الطرف الثاني يكون بيجري على البعيده عشان يلحقها، ما يحصلش زي لما رافائيل لياو كان واقف متاخر بقرن. وبعد كل اللي احنا قلناه ده ما بقيلناش الا قسم واحد بس في حلقه النهارده، وهو التنظيم الدفاعي. وتعال نركز كده مع بعض في التنظيم الدفاعي علشان هتشوف بلاوي. بص كده معايا على اول صوره، انا حقيقي الصوره دي وقفت عندها كتير قوي وانا بتفرج على الماتش، وانا مش قادر افهم هو ازاي احنا نبقى متمركزين كده. الكره دي بالمناسبه كانت ركنيه، والركنيه احنا طلعناها، بس ده مش مبرر لان يبقى منظرنا بالشكل ده. العمق طبعا على حدود منطقتنا فاضي، الاطراف يمين وشمال فاضيه، في 5 لعيبه من الميلان واقفين ما تفهمش هم واقفين بيعملوا ايه. 2 منهم واقفين مع لاعب من فريق روما، و2 تانيين المفروض ان هم بيضغطوا، ولياو بيحاسب الدليفري. الكره دي فريق روما بمنتهى البساطه قال لك ايه، طب تعال نرجع ونسحبهم. يا دوب لعبوا لورا. بص لعيبه الميلان كام لاعب باين ان هو طالع يجري مندفع جدا علشان يضغط، عشان كده بقول لك روما كانوا بيسحبونا كتير قوي. طبعا فريق روما لف الكوره لغايه لما راحت ناحيه اليمين، هوب تمريره، وصل لوكاكو يا باشا في مكان حلو قوي. واحنا فين؟ احنا حرفيا رد فعل، احنا حرفيا بنجري ورا الكوره، احنا مفيش ادوار ولا تعليمات المفروض ان احنا نعملها في الحاله الدفاعيه. لا، احنا بنشوف الكوره فين وبنطلع نجري وراها. ولوكاكو في الكوره ديت راح راجع لورا في العمق، وعايزك تبص على الصوره دي وتتامل، لانه حقيقي في مساحه كبيره قوي في نص ملعبنا محدش واقف فيها الا الحكم. لوفتس تشيك لا منه ضاغط ولا منه قافل مساحه، والناحيه الثانيه اسماعيل بن ناصر واقف. هتقولي طب اسماعيل بن ناصر واقف على الطرف بيعمل ايه؟ هقول لك لانه في كثافه اصلا على الطرف، فلازم يبقى في حد تاني موجود. ولانه رايندرز في اللقطه دي كان واقع والحكم كان لسه ما وقفش اللعب، فلاعبتنا وقفت. طب افترض معايا ان الحكم ما وقفش اللعب، وافترض معايا ان الحكم ما حسبش اللقطه دي فاول، كانت الهجمه دي هتكمل ولاعبتنا واقفه بتتفرج على ان شاء الله الحكم هيصفر. يعني معلش، يعني مع كامل احترامي، واحنا اطفال صغيرين كنا دايما بنقول العب على الصفاره. فمنظر التمركز العشوائي ده ما ينفعش ان هو يبقى موجود ومستمر في مباراة بكرة. ولكن اكتر لقطة حقيقي انا وقفت قدامها واتصدمت حرفيا لما شفت اللي حصل فيها هي لقطة الهدف، الركنية اللي لعبها فريق روما واللي سجل منها هدف. لان حقيقي بجد مش بس اكتشفت مشاكل كبيرة قوي دفاعيا عند الميلان، ولكن انا اكتشفت ذكاء عالي قوي من فريق روما وغباء عالي جدا من دفاعنا ما ينفعش يتكرر تاني. مش بس ما ينفعش يتكرر في مباراة بكرة، تعال اوريك بالصور. بص كده على اللقطة دي في اولها، اللي سجل الهدف هو مانشيني. مانشيني مين المان اللي واقف معاه؟ لوفتس تشيك. شايف مانشيني واقف فين؟ اوكي، عايزك تركز بقى على لعيبة روما لوكاكو وبيليجريني واقفين باصين له ازاي. تحس ان هم واقفين باصين له اللي هو ايه، عايزين نخلعه، ده الراجل اللي هيجيب الهدف، وكأنهم عارفين ايه اللي هيحصل. الكورة الركنية بتتلعب وهم الاثنين مش باصين عليها، ده معناه ان هم متمرنين على حاجة العمود الاساسي فيها هو مانشيني، وبالتالي هم باصين بيفكروا هيخلعوه ازاي واحنا واقفين 3 على 3. طب بص على الصورة اللي بعدها، بدأ مانشيني ان هو يجري على العمق، لوفتس تشيك بيحاول ان هو يمنعه، وبيليجريني هنا بايده بيحاول ان هو يعطل لوفتس تشيك. في الصورة اللي بعدها فعلا بيليجريني بيدي كتف كده للوفتس تشيك، وبيبتدي مانشيني ان هو يتحرك. هنا بقى عايزك تبص على رايندرز اللي واقف مع بيليجريني، ساب مانشيني تماما وراح قفل على بيليجريني، وبالتالي بيليجريني عطل لوفتس تشيك، ورايندرز وقف مع بيليجريني، ومانشيني بقى لوحده. مانشيني وهو بيتحرك، لوكاكو هنا بيحاول يراقب الموضوع على اساس ان لو جه لوفتس تشيك حاول يجري لوكاكو يعطله.
بس في سؤال، انت شايف تيو هرنانديز؟ انت بتعمل ايه يا عم تيو؟ في مدعكه وراك، انتوا كنا واقفين اصلا في اول صوره 3-3، مره واحده بقينا هنا 3-2 وتيو هرنانديز بص على الكوره وساب الهبل اللي بيحصل وراه. في الصوره اللي بعدها على طول اول لما لوفتس تشيك بيحاول يجري، لوكاكو هنا بيبتدي ان هو يمنعه، وهنا على طول مانشيني بيطلع على الكوره ولوكاكو مانع لوفتس تشيك انه يوصل لمانشيني علشان مانشيني يطلع يلعب الكوره بدماغه ويسجلها هدف ويبقى شكرا. لوفتس تشيك ورايندرز وتيو هرنانديز الثلاثه اتضربوا بالقفا. اولا انا عايز اعرف هو احنا ليه في الركنيات والكرات الثابته بنلعب مان تو مان طالما احنا ما بنعرفش نلعبها؟ يعني بالعقل وبالمنطق احنا طول المباراه مدين تعليمات لماتيو جابيا ان هو اللي يتعامل مع لوكاكو في الكور الطويله، ورغم اني كنت مستغرب من القرار ده الا ان ماتيو جابيا تفوق على لوكاكو كتير جدا في الكرات العاليه، فتيجي في الركنيه ماتيو جابيا ما يمسكش لوكاكو واللي يتعامل مع لوكاكو يبقى تيو هرنانديز. طب ازاي وباي منطق ما تعرفش؟ طيب انت عندك عارف ان لوفتس تشيك ورايندرز الاثنين في التمركزات الدفاعيه والرقابه سيئين جدا، ازاي ان انت تبقى مديهم اهم ادوار في المان تو مان اللي هي في العمق على حدود الستة؟ يعني الخطأ في الركنيه مش بس في انك اخترت انك هتدافع مان تو مان مش زون، لا الخطأ كمان في توزيعة الادوار. خطأ زي كده لازم يبقى فيه تركيز كبير قوي عليه وما ينفعش ان هو يتكرر تاني، لان فعلا روما من الواضح في اللقطه دي ان هم كانوا محضرين لها وكانوا مذاكرينها والموضوع مش عشوائي. نكمل ونخش على الصوره اللي بعدها، وهنا هتكتشف حاجه غريبه جدا، ان المنطقه او المساحه اللي على حدود منطقتنا انا مش عارف بصراحه، يعني المنظر ده انا مش قادر الاقي له تفسير، منظر غريب جدا. ولاعيبه روما حرفيا زاويه التمرير مفتوحه، يعني لو كان في لعيب من روما اتحرك بس في المساحه دي حرفيا كان هيزعلنا وهيجيب ناس تزعلنا. طيب نبص على الصوره اللي بعدها واللي ليها علاقه بالمرتدات وشكلنا احنا الدفاعي في التعامل مع المرتدات. لك ان تتخيل ان كل لعيبه الميلان دي اتضربت ب1-2 يا معلم حصل، ومره واحده بقى في الكوره الخطيره دي ولوكاكو بيتحرك بشكل ممتاز في مكان ممتاز، لو كانت اتلعبت له الكوره حرفيا كان بقى انفراد. كل لعيبه الميلان اتضربت ب1-2، فاعتقد لازم يبقى في تعامل مع المرتدات بشكل اذكى من كده يا عم بيولي بكره. والنقطه اللي بعدها وهي فكره انه اصل ستيفن الشعراوي راح لعب ناحيه اليمين وده عمل لنا مشكله، والصياح اللي كان بيصيحه بيولي على الموضوع ده. ايه المشاكل الدفاعيه؟ اولا لازم تبقى عارف كويس قوي ان عمليه الضغط العالي بتاعتنا لما اتوجد فيها ثغره ناحيه الشمال بتاعتنا ده شجع دي روسي ان هو يحول ستيفن الشعراوي ناحيه الشمال بتاعتنا او ناحيه اليمين بتاعتهم. هو في البدايه ما كانش بادي الماتش كده، انما ليه هو عمل كده؟ لانه لما لقى الثغره دي عرف ان الجبهه الشمال بتاعتنا فيها مشاكل كتير قوي، فحب ان هو يعمل كثافه عدديه فيها، لانه ديبالا بيبدا الهجمه من ناحيه الشمال بتاعتنا او ناحيه اليمين بتاعتهم، وطبعا مع ستيفن الشعراوي يبقى هو كده عامل كثافه. الكثافه دي كانت بتساعده في ايه؟ بص على الصوره اللي جايه، بتساعده في فكره العرضيات. هنا ادي كوره عرضيه خطيره جدا لازم ناخد بالنا منها بكره لانها هتتلعب كتير قوي، ولكن العرضيه دي لحسن حظنا انها ما اتحركتش من مكانها وما دخلتش فينا جون ومايك مينيو لحقها، لانه حقيقي لوكاكو لو كانت رجله سنتي زياده كان جابها هدف. طب هل الموضوع وقف عند كده؟ لا، ده الموضوع اتكرر تاني بنفس الشكل تقريبا واتلعبت نفس العرضيه هي ومايك مينيو يا دوب لحقها بايده، وبرده لوكاكو لولا حسن حظنا كان زمان لوكاكو لو مد رجله سنتي لقدام زياده كان سجلها هدف، وكان يبقى في النتيجه في الشوط الاول 3-0 روما، وكان الموضوع يبقى صعب قوي. فدي اول استفاده فريق روما من وجود ستيفن الشعراوي ناحيه اليمين. طب ايه الاستفاده الثانيه؟ انه طبعا لما عمل كثافه ناحيه اليمين، بص كده على الصوره دي هتلاقي لعيبه الميلان تحس ان هي متركزه اكتر ناحيه الشمال بتاعتنا او ناحيه اليمين بتاعت روما، وبالتالي الناحيه الثانيه تحس انها فاضيه خالص كده، وده اللي خلى سبينازولا عرف يسرق لوكاكو في الكوره دي وعرف ان هو يشكل منها خطوره، وبالتالي يبقى هو قادر ان هو يصنع خطوره ناحيه اليمين بتاعتهم اللي هي ناحيه الشمال بتاعتنا وناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي ناحيه اليمين بتاعتنا، فهو عرف يصنع خطوره على الطرفين من خلال بس نقله ستيفن الشعراوي ناحيه اليمين. ودي لازم بيولي يركز عليها، ان معلش عشان خاطر ربنا، ما هو مش عشان لاعب اتنقل من مكانه الفرقه كلها تبوظ ونفضل نجري وراه في الملعب طول الوقت زي ما كنت بتعمل مع ديبالا وان اسماعيل بن ناصر يجري وراه. يا ريت نركز على فكره اللعب الزون. لعيبه روما بتتحرك بدون كوره بشكل مستفز وصعب، وبالتالي لو عايز ان انت تراقبهم صح يبقى دافع دفاع منطقه وبلاش مان تو مان دي خالص. وبكده يبقى احنا خلصنا الاربع اقسام بتوعنا وتقريبا اتكلمنا في كل قسم وكل مشكله على ان ازاي نحلها، بس في النهايه تعالى نتوقع كده سيناريو المباراه. وعايز اقول لك نقطه مهمه قوي، انه انا عندي احساس كبير ان المباراه دي مع بدايتها روما هينزل قوي جدا هجوميا. روما
هيجتهد جدا جدا وهيعمل محاولات كتير ان هو يسجل مبكر. التسجيل المبكر ده ممكن ان هو يحاول يسجل عن طريق كرة ثابته، ممكن هو يحاول يسجل عن طريق الخروج بالكوره زي ما كان بيعمل في ماتش الذهاب، او ممكن ان هو يسجل عن طريق العرضيات اللي بتتلعب من على الاطراف والشغل ده. فلازم يبقى فيه تركيز من لعيبه الميلان على النقط دي طبعا، والتسديد من بعيد. كل دي نقط وافكار فريق روما هيحاول كويس قوي ان هو مع بدايه الشوط الاول يسجل هدف. ليه؟ علشان يضعف الروح المعنويه عند لعيبه الميلان شويه، عشان يدوس من بدري على ان الافضليه موجوده عنده هو. وعشان كده اتمنى انه احنا نركز في اول ربع ساعه تحديدا ان ما نستقبلش اي هدف. ولازم بيولي يكون هادي، اولا هادي وهو بيحط سيناريو المباراه وبيدي التعليمات للعيبه، ثانيا لازم يكون هادي اثناء المباراه حتى لو لا قدر الله استقبلنا هدف في بدايه المباراه. ده مش معناه ان اللقاء خلص، وده مش معناه ان المواجهه خلصت. عادي جدا انك تقدر ترجع لو كنت هادي، قاري اللي بيحصل في الملعب صح وعارف تتصرف معاه. وفي النهايه بقول لك انه كالعاده دي وجهه نظري انا ودي ارائي انا عن ما قبل مباراه الميلان وروما. اتمنى انه الميلان يستفيد من الاخطاء اللي فاتت، واتمنى ان بيولي يصلح الاوضاع الغريبه اللي كانت موجوده في مباراه الذهاب، وان احنا في مباراه العوده نقدر نشوف حاجه افضل. معرفش على مدار الحلقه انتوا خدتوا بالكم ولا لا ان كل اللقطات اللي جبتها لك كانت من الشوط الاول بس، وده لانه بصراحه حسيت انه لو اتكلمنا كمان على الشوط الثاني الحلقه دي هتبقى طويله جدا، فقلت اختصرها لك وخلينا نركز في الشوط الاول، وخصوصا ان في الشوط الثاني مفيش حاجات كتيره جديده او مختلفه عن اللي احنا اتكلمنا فيه. بس في النهايه يهمني ان انا اعرف رايك في حلقه النهارده، هستنى اراء تحت في الكومنتات. وفي النهايه ما تنساش انك قبل ما تخرج من الحلقه تدعمني في حلقه النهارده باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وما تنساش رجاء الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين دعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. اشوفكم في الحلقه الجايه كتير، اشوفكم ان شاء الله بكره قبل المباراه بساعه في الاستوديو التحليل اللي احنا بنعمله، وسلام.